السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل محبي ومتابعي قناة زراعة أونلاين. كالعادة معاكم المهندس محمود آدم. نشوف النهاردة مشكلة طماطم الصيفي. زي ما انتم شايفين كده الطماطم فيها عالي وفيها واطي، ومش عاملة نمو خضري، والنبات مسرول فوق، جايب تزهير بدري، النبات مش ماشي. طيب ايه الحل؟ ده اللي هنتكلم عليه من خلال الفيديو. خليك معانا لو عايز تستفيد، ولو عندك مشكلة أو نفس المشكلة ديت خليك معانا عشان تستفيد وتفيد غيرك لو استفدت. نبدأ مع بعض بإذن الله. طبعا مشاكل الصيف زي ما انتم شايفين، النبات مسرول وطويل، درجة حرارة عالية، بيعمل مشاكل كتير عندنا في الزرع خصوصا درجات الحرارة. طيب ايه الحل عشان نلحق الموضوع ما يزيدش معاك ولا يبقى معاك الوضع زي ما انت شايف كده؟ انا اول مرة اجي المزرعة، بس هقول لك على الحل عشان ما يجيش معاك نفس المشكلة دي او يزيد معاك خلال الايام اللي جايه دي. طبعا في ناس بتزرع في شهر، احنا في شهر 7 دلوقتي، احنا النهارده يوم 21/7/2025. في ناس بتزرع على اول 8، وفي ناس لسه بتزرع دلوقتي. عشان ما يبقاش عندك المشكله ديت اعمل ايه؟ طيب في البدايه كده اول ما بتزرع في الارض وتحط شتله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه لازم تسحب مبيد لعفان الجذور. دي اول نقطه مهمه جدا. طيب ليه؟ هنقول لسه النبات طالع من المشتل والنبات ما فيش فيه مشاكل. لا، الارض نفسها ممكن تبقى فيها عفان جذور، ما بيبقاش النبات فيها ماشي كويس، او الجذور فيها بيبقى فيها مشكله اول ما بتحط في الارض، لان الارض نفسها غير صينيه الشتله. دي اول نقطه. النقطه التانية، لو الارض عندك فيها ملوحه لازم تسحب اول تسميده خالص معالج ملوحه، بعدها يومين بالظبط اسحب منشط جذور. طبعا في معالج ملوحه وفي منشط جذور مختلف او كتير او جدا موجود عند الناس، او كتير او عند موجود الشركات. هقول لك على حاجتين انا شغال بيهم وجايبين نتائج كويسه بفضل الله تعالى. حاجه اسمها جالاكسي روتس، ده منشط جذور. الحاجه التانية حاجه اسمها انتي سولت، ده معالج ملوحه. الاتنين دول شغال بيهم ورا بعض بيجيبوا نتائج ممتازه معايا بفضل الله. هنشتغل كل قد ايه؟ طيب هنشتغل كل 10 ايام سحبه وسحبه، سحبه معالج ملوحه وسحبه منشط جذور. بس هنسحب اول حاجه الاول سحبه المعالج الملوحه، السحبه التانية بتبقى سحبه منشط جذور. والنقطه المهمه بقى في سحبه المعالج الملوحه، هنزود ميه شويه بحيث ان النبات عندنا يكون شبعان ميه ويمشي معاك باستمرار. طيب خلال بقى العشر ايام هنسحب ايه؟ مش هنسحب حاجه خالص. كل اللي ممكن نسحبه هنسحب مثلا كيلو عشرينات، وهنسحب لتر حامض فوسفوريك، وهنسحب كيلو بوتاسيوم. ده مرتين بس في الاسبوع وخلاص. على كده ما تسمتش ولا تتعب النبات ولا تجهد النبات. طيب بالنسبه للرش، الرش فوق هتشتغل معاه طحالب وحمض امينيه وعناصر صغرى. ده بقى زود زي ما انت عايز، مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، مره في الاسبوع، على حسب مقدرتك وعلى حسب امكانياتك. بس طبعا كل ما تزود كل ما يبقى النبات معاك رغد، كل ما يبقى معاك النبات طري، والورقه هتبقى كبيره وعريضه، مش هيبقى عندك مشكله في التفاف الاوراق زي ما انت شايف كده دلوقتي اهو. طيب خلصنا كده تسميد الارضي ورش الورقي. الرش الحشري كل 10 ايام في البدايه كده بنسمد تسميده اميدا كلوبرايد. ما بنرشش، بنحاول على قد ما نقدر ما نجهدش النبات، او النبات ما يحصلش عندنا ستريسات او ضغوط عليه، كفايه عليه الحر. يبقى هنسمد اميدا كلوبرايد بمعدل نص لتر للفدان. مره تانية برضو ممكن ترش رشه وممكن ما ترشهاش، يعني رشه مثلا زي الافسكت، ده مركب محترم جدا في الذبابه عشان الذبابه. طبعا على الارض عندك حواليك فيها مثلا فيها بتنجان، فيها حمراء، عموما هيجيلك على الطماطم هتخلط دواء الذبابه مع دواء الحمراء وترش. بس اهم حاجه ترش معاهم منع انسلاخ علشان البيض بتاع الحشره ما يكملش معاك، وبالتالي دوره الحياه ما تكملش، وبالتالي الجيل كله بيموت.
خلي بالك انا لخصت لك الموضوع كله في 5 دقايق 6 دقايق كده، علشان الموضوع ما يطولش معاك، وركز في النقط اللي احنا قلنا عليها. بفضل الله مش هيبقى عندك مشاكل زي ما انت شايف دلوقتي في المزرعه دي. احنا جينا متاخرين، بس الله المستعان على اللي جاي. هنشتغل برضه شغل، وان شاء الله هوريكم الشغل بعد ما اشتغلنا هيفرق معاك ولا لا في الشغل البدري عن كده. طبعا لو عجبك الفيديو متنساش تعملنا لايك، ولو في اي استفسار او تعليق ممكن تسيبونا في التعليقات اسفل الفيديو، وتفعل الجرس يوصل لحضرتك اشعار بكل فيديو بنحمله على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.